من عربية الكشري لأشهر كومبارس في السينما والدراما المصرية، دخلت عالم الفن بالصدفة سنة 1989 وأخدت أول أجر 10 جنيه. حكاية فاطمة كشري اللي تصدرت الترند بعد راحلها، عندها أشهر عربية كشري في شبرا، واتجوزت وهي عندها 14 سنة، وشاركت في أفلام ومسلسلات ومسرحيات كتير. آخر ظهور فني ليها في مسلسلين بشهر رمضان 2025. تعالوا نشوف إيه قصتها. في حكايات كتيرة عدت علينا في عالم الفن، بس في ناس بتفضل محفورة في القلب رغم ان ادوارها كانت صغيره، وواحده من الناس دي هي فاطمه السيده عوض الله، او زي ما كل الناس عرفتها وحبتها باسم فاطمه كشري، واللي رحلت عن عالمنا في الساعات الاخيره. فاطمه كشري الست البسيطه اللي قدرت تبقى اشهر كومبارس في مصر من غير ما يكون معاها بطوله ولا ادوار كبيره، واتولدت يوم 22 يناير 1958 وتوفت 29 مارس 2026. اسمها الحقيقي فاطمه السيده عوض الله، واتشهرت باللقب ده بسبب عربيه الكشري بتاعتها هي وزوجها، واللي كانت بتقف في شارع احمد حلمي، وبالتحديد قدام شارع احمد بدوي جنب سور القطار في شبرا مصر. وكانت فاطمه دايما بتبقى موجوده جنب عربيه الكشري بتاعتها، وقاعده على كرسي تلم الفلوس بس، ومعاها واحد شغال يجهز طلبات الزباين. واتجوزت فاطمه كشري وهي عندها 14 سنه، وعاشت مع زوجها حوالي 37 سنه لحد ما توفى، وكانت حياتها كلها كفاح وشغل عشان تقدر تعيش وتستر نفسها. والبدايه الفنيه بتاعتها كانت متواضعه جدا، ودخلت المجال كومبارس صامت في فيلم صراع الأحفاد سنة 1989، وبعدها شاركت في فيلم كتيبة الإعدام ضمن مجاميع الكومبارس، وخدت أول أجر ليها وكان 10 جنيه بس، وده رقم صغير جدا لكنه كان بداية طريق طويل. ومع الوقت قدرت تقتحم عالم الدراما التلفزيونية، وبدأت تظهر في مسلسلات منها دهب قشرة، وابتدى وشها يبقى مألوفة عند الناس لحد ما بقت واحدة من أهم الوجوه اللي بتشوفوها في أي عمل فني حتى لو في مشهد صغير. ورغم إن أدوارها كانت بسيطة لكن حضورها كان تقيل، وظهرت في أعمال كتير زي فيلم أحلى الأوقات ومسلسل سجن النساء وفيلم خالتي فرنسا، وكل مرة كانت بتسيب بصمة حتى لو بكلمة أو مشهد صغير. وكمان شاركت في عدد ضخم من المسلسلات اللي الناس كلها فاكرة وجودها فيها، زي ونوس ودلع البنات وشربات لوز والهروب وحكايات بنات وعايزة اتجوز والكبير أو اتنين وأهل كايرو وتامر وشوقية وراجل وست ستات. أما في السينما فظهرت في أفلام كتير زي بوبوس وبلطية العايمة ورامي الاعتصامي ورمضان مبروك ابو العالمين حموده وهي فوضى وبوحه ومحمد حسن واتش دبور. وظهرت كمان بادوار في 12 مسرحيه، وابرزهم الاباندا وعفروتو وكده اوكي. ومن الحاجات اللي زودت شهرتها جدا ظهورها في اعلان قنوات ميلودي، خصوصا على ميلودي دراما، واللي خلى شكلها وصوتها معروفين لكل الناس. ورغم بساطتها كانت دايما عندها كرامه وكلمه، وده ظهر لما طلعت في برنامج صباحك مصري سنه 2017 ووجهت رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي تطلب فيها تحسين الاوضاع في شبرا، وبعد كده وجهت له الشكر لما الدولة تكفلت بعلاجها. وكمان في لفتة إنسانية جميلة، الفنان أحمد مكي وقف جنبها وتكفل بعلاجها سنة 2021 لما تعرضت لأزمة صحية. آخر ظهور لفاطمة كشري كان في مسلسل عايشة الدور، وكمان مسلسل شهادة معاملة أطفال، واللي اتعرضوا في شهر رمضان 2025. كمان فاطمة كشري محبوبة جدا من كل جيرانها وبشهادتهم واللي قالوه عنها بعد رحيلها، وليها أعمال خير كتير وساهمت في بناء مسجد، وكانت بتأكل عمال الورش والمصانع اللي حواليها من عربية الكشري بتاعتها من غير ما تاخد منهم ولا مليم. وكمان ما كانتش بتتأخر عن أي حد من جيرانها لو طلب منها حاجة أو مساعدة، وكل اللي يعرفها كان بيحبها وعمرها ما زعلت حد. وعن اللحظات الأخيرة في حياتها، ابنها عمرو قال إنها تعبت فجأة من كام يوم وتوفت في البيت وما راحتش المستشفى. ربنا يرحمها ويغفر لها.